الحقيقي يصلي يا تطلقي اسحبي وثني وطبقي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. في كل بلدان العالم الديمقراطي يحكم الرئيس فيها 4 إلى 5 سنوات، وإذا أعاد الشعب انتخاب مرة ثانية تمدد له 4 سنوات إضافية. فمثلا في أمريكا كل هؤلاء الأشخاص حكموا أمريكا وأتوا بأنفسهم يهنوا الرئيس الجديد اللي بعدهم بالرئاسة. كل هؤلاء حكموا أمريكا وغادروا السلطة بعد انتهاء فترة حكمهم بهدوء، اللي يرجع إلى عمله واللي يرجع إلى وظيفته واللي يرجع إلى أسرته، وغادروا السلطة ولم يطلبوا يوم واحد زيادة لهم في الحكم، مع أنهم أوصلوا بلدهم إلى أقوى وأعظم بلد في العالم. في بلادنا حكمنا واحد 33 سنة حتى أوصلنا ضمن أفقر دول العالم، ولها الآن 6 سنوات يقاتل من أجل العودة إلى السلطة. والسبب ماذا؟ السبب يعود إلى هؤلاء. الرجل هذا مظلوم، انتهكت حقوقه كاملة ونحن بنراء وبنشوف ولا نحرك ساكن. الرجل هذا اغتصب منصب الرئاسة، وإن شاء الله نحن نرجع إلى الرئاسة، وإن شاء الله نحن نرجع إلى إن شاء الله نرجع بإذن الله. واجبنا نعيد الحق إلى أهله. المنطق بيقول يعني أعيدوا الحقوق إلى أهلها. إحنا نعيد الحق إلى أهلها. ينازل فيها من ما يشتي، يتنازل ما يتنازل، إحنا نعيد هنا. لازم تعاد الحقوق، لازم يرجع الشعب هذا والدولة ترجع لصاحبها حقه، احنا ملكه. بعدين هو ضيبت نفسه، يشتي اعتقنا لوجه الله اعتقنا، يشتي يدينا هدية للرئيس الصيني، يشتي يعملنا كباب ولحم صغار، حقه. يشتي يعملنا سحاوق مع الجوب، طبيعي يهنا بالعافية، حقه. لازم تعاد الحقوق لأصحابها. شعب ظلم الرئيس، تخيل الرئيس يخرج فقير تحت خط الفقر، وشعب يمتلك 60 مليار. ايش الظلم هذا؟ 60 مليار دولار والرئيس يخرج فقير؟ اين جمعيات الرفق بالرؤساء؟ لأن هناك حديث يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية. الآن الحكمة انتهت ووقفت عند هذا الرجل، فهذا آخر حكماء اليمن. نعم. ايوه، يعني الحديث هذا نزل لعلي صالح فقط. لا تفتكروا ان انتم يمنيين انه يشملكم الحديث، لا، اليمني العفاشي فقط. وصلت الحكمة عند علي صالح وخلاص، قطع لها وأخذ الحكمة. الآن ما عاد في شيء، الحديث خلاص لو يقع بشيء بعلي صالح خلاص ما فيش داعي للحديث هذا، يعني خلاص راحت الحكمة. وإيش كمان قال؟ هذا الرجل الذي لا عدمنا وجوده ولا فقدنا عدله ولا عشنا من دونه، لا عدمنا وجوده ولا عشنا من دونه. ما فائدة الشعب اليمني يعيش بدون عفان؟ ما ليش أي لازمة ولا أي داعي، الموت لا أفضل بدونه. عشان هكذا هو بيرسلهم للجبهات يموتوا من أجل أي؟ عشان يبري ذمته ويخلع عادته. يموت الشعب قبل ما يحصل له حاجة، سبحان الله. شوف هذا علي عبد الله صالح، عندما أتفرج على المشهد تحس أنه أصبح الرجل الوحيد الذي يملك فعلا مؤهلات وقدرات زعامة. أنا أرى هكذا يعني، وأرى أنه بدون وجوده لا أحس بالأمان على اليمن. صحيح. وبالتالي أرى نفسي كمواطن يمني أننا بأمس الحاجة إليه. لا يحس بالأمان إلا بعلي صالح، لأنه عندما يجي يرقد علي صالح بيجي عند رجلي ينتبه له ويحرسه، ولا ما يحس بالأمان. يا حج قد علي صالح بيدور من يأمنه، جالس يهرب من بدروم لا بدروم. آخر مرة خرج من حارته ومن أمانة العاصمة قبل 4 سنين من الخوف، كيف عاد يأمنه؟ هذا بطنك نظيف، خليك بس المغلقة على نفسك وارقد ولا يقعبك شيء.
لا حسيت بالخوف يعني زيادة، حط لك كلب باب البيت وينبح من نفسه لا دخل سارق ولا يقع بك حاجة. أنا بالنسبة رأيي الشخصي كنت أسمي الزعيم عبد الله صالح فيدل كاسترو اليمن، وأيضا نيلسون مانديلا. يعني طبعا نفس المسيرة النضالية ونفس اليمن. ايش مانديلا وعلي صالح سوا نفس الرصيد النضالي. تعرفي مانديلا او بس على ما سمعتي في الراديو فوق الباب؟ مش عارف يا ايش عمل لشعبه وايش حقق. مانديلا هذا ضحى بنفسه واحتبس 25 سنة من أجل شعبه، وعفشولا هذا ضحى ب25 مليون من أجل نفسه سواء. تعرفي كيف جنوب أفريقيا بسبب مانديلا ولا وين وصل بلاده؟ أما عفشولا شوفي لن أوصل بلادي. مانديلا أوقف كل الصراعات في بلاده وعمل مصالحة بين أبناء الشعب كله وترك السلطة ورحنا. أما عفشولا من حين وصل للسلطة أدخلنا في عشرات الحروب، حرب بعد حرب، حتى اليوم ما قد وقفت هذه الحروب. وفي الأخير رجعنا 50 سنة للوراء وعاد لنا حكم الإمام. هذا الفرق بين عفشولا ومانديلا. مانديلا لحالك. طيب الزعيم عبد الله صالح عندما تولى السلطة صعد بملف أنا سأحكم اليمن بهذا الملف، بهذا ب1 2 3 4 مشروع حكم لليمن. خلال هذه 33 العام جاب ايش؟ جاب ملف ايش؟ جاي يسجل في مدرسة أهلية وين؟ قالت جاب ملف لحكم 33 سنة، يعني عارف من زمن انه يحكم 33 سنة. لا جاب ملف ولا شيء. تعرف انه مسك السلطة وهو لا يقرأ ولا يكتب، بعد 5 سنوات بدأ يكتب ألف وباء على يد مدرس لبناني. الذي كان في يده مش ملف، جاء في يده حاجة ثانية. وجاءت الأقدار أن نتحمل هذه المسؤولية، بطلنا الكفن وحفرنا القبر وقلنا على بركة الله. جاء في يده كفن مجلة، جاب كفن للشعب وما زال لليوم يكفن الشعب هذا. الملف الوحيد يا أختي اللي كان معه ملف النيابة سوابق. لأنه الكثير بيقولوا تكلموا عن الرواتب، تكلموا عن كل شيء، ولكن يقولوا ما دام عاد الزعيم بخير احنا نفسنا طويل. أكيد بس ناس يأكلوا من القمامة. ما دام الزعيم بخير فالأمور أكيد تمشي في طريقها الصحيح. أكيد. لا أدري ماذا أقول. أيوة مش الزعيم بخير، لا يشتري رواتب ولا يشتروا الناس يأكلوا ولا يشربوا. بتكلمها بتقول لها الناس بيأكلوا من القمامة، قالت مش الزعيم بخير، ما هو بخير والله، ما نشتري رواتب ولا نشتري حاجة. طيب ما تشتروا انت لكم حنا، انت لكم بخور. زعيم صالح لقب بفارس العرب لدعمه للقضايا العربية الحرة، ولهذا لقب بفارس العرب. فارس العرب ما فرسه، لا واضح انه فارس العرب، والدليل ما عاد باقي ولا دولة عربية ما بتشارك في نفسه من كثر الفروسية الذي فيه. حتى النسوان قد مريم بتترك المطبخ وتجي تتقرب الى الله بلبجه. ما عاد باقي الا العيال في الشارع يراجموا. فارس العرب ما فرسه. لو قلت مضربة العرب ممكن. الBBC عملوا في اليوتيوب مقابلة الزعيم صالح وكسرت كل الأرقام، الأعلى نسبة مشاهدة. كيف يمكن أن تكذب الناس؟ بالمنطق، في المنطق. هو هذا المنطق. الله كسرت الأرقام القياسية. يقول لكم مقابلة الزعيم حق هذا علقت باليوتيوب، كسرت الأرقام والأعلى مشاهدة. هذا الزعيم اللي كسر الدنيا نشوف حقه المقابلة كم بتطلع مشاهدة. خمسة ألف. تعرف ان تنباكي مشاهداته أكثر من الزعيم حقك بآلاف المرة.
الليلة 5 مليون، 5 مليون، وحقق الزعيم 5000. 5000 مقاطع الحمار في اليوتيوب مشاهداتهم فوق 4 مليون. شفت كم مشاهدة الحمار هذا؟ وكسرت كل الأرقام. كسرت رؤوسنا أنت وزعيمك. عمل تنمية، عمل نهضة، عمل بصمة في العروبة، عمل بصمة في الخارطة، عمل عملة مغبرة. لحظة اهدأ، مش كل الناس تقدر تضحك عليهم. ايش عمل؟ عمل تنمية، عمل نهضة. عمل نهضة وعمل تنمية، هي تصدقوا والشعب عارف بهذا الشيء. 33 سنة ما ولعتش الكهرباء ليوم واحد فقط بدون ما تنضف. شعوب العالم بتحتفل بمرور 50 سنة و60 سنة ما انضفتش الكهرباء، واحنا كنا مستعدين نحتفل بمرور يوم واحد بس ما تنطفيش الكهرباء. هذا التنمية وهذا النهضة الذي بيتكلم عنه. وايش الثانية؟ عمل بصمة في العروبة، عمل بصمة في الخارطة. ايوه، البصمة في العروبة واضحة. ومنضمة بذلك لدول الخليج الفارسية التي لجأت إلى الديون لتغطية عجوزات في نقب الحجاز والخليج الفارسي، جميع القنوات الخليج الفارسي وليس الخليج العربي. الخليج الفارسي شفتوا على عروبة فيه وفي قناته؟ في فرق بين فارس العرب وعميل لفارس. عمل بصمة في الخارطة. أما بصمة في الخارطة فمش عارف إيش قصدك. لا قصدك في الخارطة ترسيم الحدود، فهو صح، وقعله ببصمة جامدة. الشوارع الرئيسية بوسط مدينة حجة التي أعدت فيها شاشات عرض خصيصا لبث المقابلة، مجسدين محبتهم والتفافهم حول هذا الزعيم التاريخي لليمن. حقق منجزات عظيمة وجيش عظيم، ونسمع كلمة الزعيم علي عبد الله صالح وزعيم الأمة العربية، واليوم جينا نسمع كلمة الزعيم. طبعا هؤلاء مواطنين يجتمعوا يشوفوا خطاب الزعيم الذي يحدثون فيه عن الإنجازات، ولكثرة الإنجازات والتنمية الذي عندهم يشاهدوا الخطاب في الظلام. يلا وفروا لهم الشاشة هذه يشوفوا خطاب الإنجازات. لا قد وصلتهم لا كهرباء ولا طريق ولا ماء ولا أي شيء من أساسيات الحياة، وحد حق البترول جمعوها جمع نص دبة بترول يشغلوا الماضون يشوفوا خطاب الزعيم وإنجازات. كلمة الزعيم بثت في هذا المساء عصرا وفي نشرة 8:30 على اعتبار أنه إذا في الكهرباء طافي في أي دولة من الدول يتمكن المعنيون بهذه الرسائل أن يقرأوا مجددا ما قالها الزعيم. ومعنا الآن اتصال من فرنسا. مرحبا. مرحبا يا سيد محمد. ايش معنا؟ ممكن تشبكوا لنا كهرباء نشوف خطاب السيد الزعيم هفاج؟ ليش ما فيش معكم كهرباء؟ للأسف لا يوجد لدينا كهرباء بفرنسا بسبب السيد كلفوت كلفة الكهرباء وضرب لنا برج ايفل. خلاص بنولع لكم. شوفوا كلمة الزعيم بس، يا ويل واحد منكم يشغل الدينامو بدون دينامو، ومن المرة الثانية كنتوا اعتمدوا على نفسكم. تسلم أنا فدالك. ومعنا اتصال آخر من بريطانيا، من الملكة إليزابيث. هي ما قد معنا حجة. هي كيف انت يا ابني؟ الله يرضى عليك لو سمحت، ليش تغسل ملابس العيال بكره معاهم مدرسة؟ واحنا ما نفعل لك. مدوا لنا سلكة من عندكم الله يرضى عليكم، بدك تعرف بريطانيا طافية كلها. الله يحفظك تجمل مع جدتك إليزابيث. تمام بنوصل سلك للغسالة، بس نشفيه في السطح، لا تنشفيش بالغسالة بقى ينهب الفاتورة ويحمى السلك. هي رضي عليك وسلم على أم وخالتك رضية في يد الله. يلا في أمان الله. من؟ ترامب. ها ترامب يا مالك يا أبو شعر مفجع. سيد محمد أسألك بالله تنقذني، جو عندنا ضيوف فجأة والآن البيت الأبيض مليان ناس وضيوف، واحنا ما نفعلك إذا عندك ضيوف. بليز من فضلك سيد محمد مدوا لنا من عندكم توصيل كهرباء من أجل نشغل الكناسة الكهربائية. البنت تكنس الغرف، البيت صار رمة ومليان قمامة. الله عاد يشتي مكنسة كهربائية. شوف يا ترامب بنتك إيفانكا لا تدلعها، لا تعودتش على الدلع ما بلا بمكنسة كهربائية، تكنس عادي بيدها. أنت عندك ضيوف واصل بتشغلونا بعدين. ولعوا لنا مع 5 دقائق كنس وحتفصل على غسل. ثانك يو في أمان الله. علي عبد الله صالح أنا قدمت له 5 أولادي، إذا يريد 5 أولاد يذبحهم علي عبد الله صالح يروحوا فداه.
الله الله لا عيالك الخمسة يذبحهم والله لو نزلتهم من الجوجل بلاي ما ضحي بهم هكذا. إن علي عبد الله صالح برز في شخصية لا بعضهم زاد يقول أنا أبالغ لأنه سيطر على الأمة العربية بسلوكياته. شعرت المملكة السعودية والخليج والدولة الصهيونية إن اليمن كبر اقتصاديا عسكريا مدهوشين مستغربين. أيش هذا الكلام؟ أيوة أيش هذا الكلام؟ كلنا مستغربين من كلامه. وشو بس الخليج كلنا مستغربين. من بتجيب المعلومات هذه؟ أنا لما زرت مصر أجيب الحسن بيتحاجوا من علي عبد الله صالح في مكة وبيحكي عن علي عبد الله صالح بأمانة. سبحان الله يا أخي. نعم ومن رحاب الأرض الطاهرة ومن هذا المكان الفضيل نقول كما قال ضيفكم في الاستديو أن لا حديث لهؤلاء الحجاج إلا عن الزعيم الهمام المفدى. ليس لهم حديث وليس لهم ذكر إلا عن إنجازاته، ليس لهم ذكر إلا عن سلوكياته، صغيرهم وكبيرهم، أعجميهم وعربيهم، ذكرهم وأنثاهم، ليس لهم حديث إلا عن هذا الزعيم العظيم وكيف استطاع أن يسيطر على العالم بإنجازاته وسلوكياته. وللتأكيد نسأل أحد حجاج بيت الله الحرام في هذا المكان الفضيل، نسأله السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا تقول في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك؟ ماذا تقول للزعيم صالح المبارك زميل حسني مبارك؟ أقول الله يبهذل به مثل ما بهذل باليمنيين، الله ينتقمه، الله يصيبه، الله يشرد به مثل ما شرد باليمنيين. حج يا حج، حج يا حج. وهكذا مشاهدينا الكرام شاهدتم قصائد المدح والثناء لهذا الزعيم الملهم الذي أبهر العالم، هذا الزعيم الذي لم تنجبه وهكذا كل حجاج البيت الله الحرام ليس لهم حديث إلا عن إنجازاته وعنه، خصوصا يذكرونه عند رمي الجمرات. سبحان الله. كما قال الزعيم اليمنيين أرق أفئدة نعم. وأمين قلوبا. أوه زعفران مش كل شيء للزعيم، هذا حديث قالها النبي، لا تكونش تخلطوا بين الزعيم والنبي. علي عبد الله صالح عندي نبي، علي عبد الله صالح عندي نبي، علي عبد الله صالح عندي من الصالحين، علي عبد الله صالح عندي من الأخيار. نبي مرة واحدة؟ إيش بهزقوا؟ الحمد لله على نعمة العقل. حاضر. يلي عكس يلي عكس خطيتنا مش وحدك لو خد حولك الكل يشوفك كان المفروض ما تهرب.